لمحبي حلوة الرافاييلو، جبت لكم اليوم وصفة تحلية الرافاييلو بذوق نفس ذوق الرافاييلو، فقط ما فيهش القفرات. الوفر هذاك يعني الوحيد اللي ما هوش موجود. هنا نبداو على بركة الله. الوصفة تاعنا عندي نص بلاكة تاع الشوكولا. انا استخدمت الوجدان لانها بنينة يعني الصراحة على الاخرين، كل واحد يستخدم الشوكولا اللي عنده. انا استخدمت هنا نص بلاكة تاع الوجدان. راح نقصها هكا رقيق برك باش نذوبها، يعني تقدري تذوبيها على حمام مائي او ميكرووند او اي حاجة عندك متوفرة عندك في البيت. راح نحطها من جهة تذوب على حمام مائي، ومن جهة ثانية راح نجيب كاس تاع كريم شونتي وكاس تاع حليب بارد، يكونوا من الأحسن يكونوا الزوج باردين. راح نطلع هذيك الكريم شونتي تاعي حتى تطلع لي كليا، يعني يطلع قوامها مليح مليح، ماشي تطلع خفيف برك، لازم تطلع لك مليح. هنا أول ما نكمل نطلعها راح نحي عليها، نحبس عليها عفوا الخلاط هذاك، وراح نغطيها على البلاستيك اليمونتال وندخلها للمجمد. بعد ما ذابت لي هذيك الشيكولا تاعي راح نجبدها ونبدا نحرك فيها هكا حتى تبرد لي كليا. تبرد بصح بلا ما تجمد، يعني لازم تقعد بارده بصح سائله. راح نجبد هذيك بعد ما بردت الشيكولا تاعي راح نجبد الكريم الشونتي تاعي من المجمد، وراح نزيد عليها هذيك الشيكولا اللي ذوبناها وبردناها بلا ما تجمد. بعد ما نفرغها عليها راح نزيد انا عليها، هنا راح نخلطها بسباتولا عادي هكا، راح نقعد نخلط فيها حتى تندمج. راح تقعد لكم الحبيب الشيكولا هذيك حبيبات، لانه الاخرى جامده، اول ما تفرغيها عليها راح تجمد وتقعد ذبيبات حبيبات عفوا. هنا راح نزيد كاس نواد كوكو ونص كاس تاع لوز مطحون، يعني اللي عندك في الدار. انا استخدمت هنا اللوز بالقشور، طحنته وخلطته مع بعض. بعد ما طحنا هذا، ما خلطنا هذه المكونات، انا راح نستخدم لابوش ادوي يعني على حسب الكاس اللي عندك. هنا راح بغيتي ترديها تبرد، بغيتي تعمريها في الكيسان وترديها تبرد. انا هنا استخدمت لابوش ادوي لانه الكؤوس تاعي جايه قمع، يعني ما نقدرش نوصل بالملعقه. اذا كاس تاعك يصلح بالملعقه تقدري تخدمي بالملعقه عادي. راح نسويها بالطريقه هذه، وراح نزينها شويه بنواد كوكو من الفوق. يعني اللي يحبوا نواد كوكو راح تجيهم اروع تحليه. راح نزينها بالطريقه هذه ونغطي عليها ونحطها في المجمد عفوا، او في الثلاجه لتحت تبرد جيدا. فيما بعد راح نزينها انا بشويه لوز وكريات تاع الفراروشي. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، وتشاركوا في القناه وتدعموني باللايك. جربوها ما تندموش عليها. اللي يحب نواد كوكو ما يستغنيش عليها. وفي امان الله وحفظه.